كل مرة بتولع فيها سيجارة واحدة أكتر من 7000 مادة كيميائية بتخش جسمك، ومع ذلك أكتر من 1,300,000,000 شخص في العالم اللي احنا فيه بيدخنوا. فطبعا مش غريب إن التدخين يكون من أكتر الأسباب أو أكتر العادات التي تؤدي إلى الوفاة، وعلى أقل تقدير لو ما توفتش منها فعمرك بينقص 10 سنين. الغريب هو بقى هنا ان احنا ازاي وصلنا لحاجه زي دي، من حاجه بيقنعونا ان هي صحيه لحاجه بقت ليها علاقه بالروشنه او ان انت تبقى كول ومرتبطه بالرجوله، لواحده من اخطر العادات في التاريخ. انا مش جاي اقول لك بطل تدخين لان انت عارف الكلام ده، وكمان في فيديوهات بالهبل عن الكلام ده. العلبه بتاعت السجاير بتاعتك مكتوب عليها الكلام ده. انا جاي اوريك التدخين من الاساس بيعمل في جسمك ايه وبيأثر عليه ازاي جسديا، ده احنا عارفينه، بس نفسيا اهم كمان. ليه بتدمنه وليه اكتر من 80% من المدخنين ما بيجي لهمش سرطان الرئه؟ ده رقم حقيقي. وايه اللي ممكن يحصل لك لو بطلت؟ الفيديو ده تقيل ومليان معلومات، فروق بالك كده، هات القهوه بتاعتك او مشروبك الصحي المفضل، ولو تعرف حد بيدخن استعد ان انت تشير له الفيديو ده عشان يعرف هو بيعمل ايه في نفسه. ويلا بينا. عشان نفهم الموضوع ده ونتكلم فيه لازم نعرف هي السيجاره دي بتشتغل ازاي، وايه اكتر حاجه مهمه في السيجاره، وهي طبعا النيكوتين. وعلى فكره انت لو بتدخن ومش بتقول للناس اللي حواليك او فاكر ان انت ممكن تضحك على الناس، ممكن يبان عليك بسهوله. مش بس ان انا ممكن ابص على اسنانك، مش بس ريحه بقك تبقى لا مؤاخذه، ومش بس ان انت مش قادر تتحرك كويس في الجيم او ان انت تعمل رياضه ونفسك قصير، لا، بيبان على جلدك، بيبان على وشك، بيبان على صوابع ايدك وضوافرك، وهنتكلم عليها في الفيديو برضو ليه دي بتحصل. وكمان حركه ايدك غصب عنك هتلاقيك عامل كده. المهم خلينا نخش في الموضوع. دلوقتي السيجاره فيها زي ما قلنا اكتر من 7000 من المكونات الكيميائيه اللي هتخش تعكنن على جسمك، تمام؟ من ضمنهم حاجه اسمها النيكوتين، وهو ده سبب السيجاره، النيكوتين اللي في السيجاره. والنيكوتين لوحده كماده ليه فوائد، ولكن بدوسز معينه. للاسف السيجاره فيها اضعاف 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 الدوس اللي انت محتاجه من النيكوتين. لا، ومش بس كده، جاي معاه حاجات تانية كتير، مواد كيميائيه هتدمر لك صحتك. فالنيكوتين لما بيخش الجسم او الدخان لما بيخش الجسم، اللي بيحصل ان بيدخل على الدم within 10 دقائق، يعني في 10 دقائق يكون في الدم عندك. اللي بيحصل هنا طبعا بيبقى يرتفع ضربات القلب، الضغط، النفس، كل ده لان الجسم اتحفز، لان هو محفز. غير كده بيشغل او بيرفع الدوبامين زي ما قلنا في الحاجه زي القهوه او اي حاجه بتديك لذه معينه، لان اللذه دي بتيجي في حاجات كيميائيه بتحصل جوه الجسم توصل لده. فالنيكوتين نفسه صحي في اوقات معينه، جرعات معينه، وعلى فكره بيساعد امراض معينه اللي هي الامراض اللي الناس ممكن، الامراض النفسيه يعني من الاخر. فمن غير ما نخش في الانجل دي خلينا نتكلم على حاجه تانية. فطبعا لما نيجي نبص على الدوره بتاعه التدخين وتاثيرها عليك بتبقى عامله ازاي، بتبدا بان احنا دوبامين طلع نزل، الجسم في كرونيك ستريس، يعني انا دايما في وضع نجاه، يعني انا متعفرت دايما، فطبعا هلجأ للسيجاره لان السيجاره بتديني الاحساس الحلو اللي انا حسيته في الفتره الصغيره اللي هي طلع ونزل فيه النيكوتين في الجسم. وبالتالي بتبدا تخلق لنفسك دايره مش هتعرف تخرج منها، لان انت محاصر نفسك بالسيجاره. فالعاده انت خلقت من السيجاره حاجه مش مهمه ابدا وحاجه هتضرك. فالسجاير بتضاعف الضغط بتاعك سواء نفسي او جسدي، لان الجسم نفسه بيبقى في وضع مش تمام. غير كده بسبب السايد افكتس او الحاجات اللي بتيجي من الدخان، سواء الدخان نفسه او المواد اللي جواه، انت بتأثر على نسبة الاكسجين في الدم عندك. تأثير نسبة الاكسجين في الدم ده يخليك تعجز اكتر، يقلل من طاقتك، لان الجسم محتاج اكسجين عشان يبقى نشيط. يجي مثلا الناس عندهم مشاكل بيحسوا بخمول وكده، بنبص على الحاجات اللي ممكن تقوي الخليه نفسها. والخليه بتقوى من ايه؟ بتقوى من طبعا زياده ان يكون في دم مغذي رايح للخليه، وفوق كل ده لازم الدم يكون مغذي ازاي؟ بيكون شايل اكسجين نسبه كبيره. فبتبدا تبص على كلوروفيل وحاجات تانية من السبلمنتس اللي ممكن تساعد الشخص اللي عنده مشكله زي دي. ولكن انت هنا بتدخن وبنفسك بتقلل وصول الاكسجين للدم، فلما تعمل كده الخليه نفسها بتعجز، لان ما عندها، مش واصل لها الحاجه اللي هي محتاجاها.
من غير ما اخش يعني في تفاصيل الهيموجلوبين وان الكربون دايوكسيد وان ثاني اكسيد الكربون هو بيمسك في الهيموجلوبين اكتر من الاكسجين. يعني مش عاوز اخش وازهقك، بس خلاصه الموضوع انت بتعجز نفسك. عشان كده زي ما قلت هتلاقي الجلد بتاع اي واحد مدخن بيبان عليه، وايديك اطراف صوابعك بيبان عليها. فزي ما قلنا بيبان على اطراف الصوابع. ليه؟ لان اطراف الصوابع اصلا او اي اطراف في الجسم وصول الدم ليها قليل، يعني او صعب يوصل لها عن بقيه الجسم، ومش اولويات للجسم. فلما انا ببقى بدخن والاكسجين قليل وفي الاطراف هتبان على طول، بالذات لو ماسك سيجاره بين صوابعي بيبقى فيه انفلاميشن، بيبقى فيه حراره وكيميائيات دايما ماشيه حوالين المنطقه دي. فبالريتم اللي احنا بنتكلم عليه ده انت بتعجز الخلايا بتاعتك. طب هو الجسم معمول من ايه؟ الجسم معمول من خلايا. فانا بالطبيعي لما اعجز خليه وتانية وتالتة ورابعه هنيجي نبص على الموضوع كله هتلاقي ان الخلايا كلها عجزت، يعني انت عجزت. وده يوصلنا لحاجه مهمه جدا، هو ليه 80 ل 90% من المدخنين ما بيجي لهمش كانسر الرئه؟ لانك ما بتلحقش توصل لكانسر الرئه. انت بتموت قبل كانسر الرئه، بتموت بجلطه، بتموت بحاجه مفاجاه، يعني سواء ازمه قلبيه او جلطه في القلب او في المخ او اي حاجه تحصل في جسمك ليها علاقه بحركه الدم. لان زي ما اتفقنا الدم نفسه بيتجلط بسبب التدخين، لان التدخين بيخلي ثاني اكسيد الكربون يمسك في الهيموجلوبين، وده اللي بيعمل التجلطات اللي احنا بنتكلم عليها دي. اما الكانسر بقى، الكانسر عاوز وقت، الكانسر بياخد وقت عشان يتطور. فالناس اللي بتموت بدري بسبب التدخين ما بتلحقش توصل لمرحله الكانسر ومرحله الضمور اللي الكانسر بيوصل، لان الكانسر بيعتمد برضو على الخليه، لان الخليه ما تقدرش تنظف نفسها. فلو مش بديلها اكسجين او مش بديلها الصحه او الطاقه اللي هي محتاجاها بسبب ان التدخين بيدخل حاجات غير صحيه عندي في الدم وفي كيميكالز ثانيه داخله، فالخليه الدي ان ايه بتاعها اصلا بيبدا ما بيقدرش يظبط نفسه لان انت مش بتديله اللي هو محتاجه. فعشان ده يوصل للجسم كله بتاخد وقت. فعشان كده لا تعتقد ان عشان مش هيجيلك كانسر في الرئه ان انت هتبقى صحي، لا، معناها في حاجه تانية هتحصل هتاخد الموضوع بالعجل. This is how much tar goes into the lungs of a pack-a-day smoker every year. The day you quit, your lungs start to clean themselves. Within weeks, you won't be nearly as short of breath as you are now. Every day without cigarettes is doing you good. خلينا نتكلم على شويه فاكتس ايه اللي بيحصل لما انت تيجي تبطل تدخين، وليه مهم جدا ان انت تبطل تدخين. طبعا اول ما هتبدا تبطل تدخين اول 20 دقيقه معدل ضربات القلب بتاعتك هتنزل. طبعا في ناس هيجي لها ارق، ناس مش هتعرف تنام، ناس عندها صداع، ناس بتقول لك انا بتخن، ناس مش عارف ايه، وانا هتكلم في ده نفسيا. وخلال 12 ساعه نسبه ثاني اكسيد الكربون او الكربون دايوكسيد في الجسم بتتعادل، بتبقى كويسه. من اسبوع لاثنين الجسم نفسه والاعضاء نفسها بتبقى في حاله احسن، لان انا منعت عنها الضغط اللي كان دايما موجود عليها وبدات اديها اكسجين واحفزها زي ما ربنا خلقها. في سنه واحده نسبه الامراض القلبيه عندك او الازمات هتقل بالنص. 5 سنين الستروكس بتقل جامد او الجلطات. بس انت محتاج 10 ل 15 سنه عشان تخرج من مجموعه المدخنين، عشان الجسم يرجع لطبيعته تاني. فالسؤال هو انت عندك كام 10 ل 15 سنه؟ وليه توصل لمرحله زي دي؟ بص، التدخين ما هو غير عاده زي عادات كتير موجوده عندنا، والعاده دي بتتخلق لما يكون الشخص عنده نقص في حته معينه، بتبقى في حياته، في شخصيته، في مزاجه، في حاجه خلتك تروح للسيجاره. انت شايف نقص ما، يا نقص في شخصيتك ففاكر ان هي هتضيف لك انك تبقى كول، يا بتشوف ناس والناس بتاثر عليك فعاوز تاخدها وتعملها وعملت منها عاده، يا انت فاكر ان السيجاره هي هتروق عليك، لان السيجاره زي ما قلنا هي دوبامين. طب ما تروح تشم مخدرات بالمره، هي نفس الكونسيبت. زي اللي بيروح ياكل فاست فود او يشرب كوكاكولا او ياكل حاجات حلوه لما يبقى مضغوط، واحنا كلنا بنبقى شايفين ده، وبالذات بنشوفها بيطلعوها في الافلام ان هي الستات او البنات اللي بيحصل لها كده لما بيزعلوا لازم الشوكولاته ويعيطوا ويتخنوا ومش عارف ايه والكلام ده كله. الموضوع مش محتاج ان احنا ناخد وندي فيه كتير، الموضوع لازم نفهم اساسه ايه الاول. عشان تعرف تبطل اي عاده لازم تعرف اساسها جه ليه. فانت اسال نفسك انت بتدخن ليه النهارده؟ اتعودت عليها. طيب احنا عارفين ان عشان حد يتعود على حاجه محتاج 3 أسابيع ان انت تعملها، 21 يوم عشان تكون عاده. فانت ليه ما صحتش او ليه ما فقتش وقت الكلام ده؟ طب احنا دلوقتي بنتكلم الموضوع خلص، انت اوريدي مدخن وعندك مشكله، ازاي بقى احلها؟ لا، ابدا ابص على ايه اللي بيضيع مني مقابل ايه. انت القرار في ايدك. هل انت شايف ان هي مهمه جدا بالنسبه لك ان انت عادي تخسر سنين من حياتك؟ ده هيبقى اوكي لو الشخص ملوش لازمه في المجتمع، ده لو هيبقى اوكي لو الشخص ما عندوش اي تاثير سواء في اسرته او في المجتمع او في المجال العملي او عنده هدف بعيد.
فطبعا انت لو ما عندكش اهداف المفروض تكون قفلت الفيديو ده من زمان، لان مش هقدر اكلمك في الحته دي، لان اي شخص عاوز يعيش بيبقى فيه هدف، بيبقى فيه حاجه مخليه عاوز يعيش ومتمسك بيها، سواء دينيا مهنيا، في حاجه مخلياك عاوز تعيش. فعادي جدا انت ممكن تكون واحد صحي بتروح الجيم وتتمرن وبتاكل صحي والكلام ده كله، ولكن بتدمر جسمك داخليا. فكل اللي بنعمله ده ملوش اي لازمه، لانه يعني ما بني على باطل فهو باطل زي ما بنقول. والاهم من ده ان احنا نفهم ان يعني it's never too late. الموضوع يعني مش للابد، انت مش عشان دخلت الابد يبقى خلاص مفيش حاجه تعمل، بس لازم تبدا النهارده، لازم تتحرك النهارده، ولازم قبل ما تتحرك تكون عارف انت هتتحرك ليه، ايه الهدف اللي ليه عاوز تعيش. طب ممكن يكون مش فارق معاك، طب ايه اللي يحصل لو انت مش عاوز تعيش ولكن للاسف عشت بامراض؟ طب ما انت هتدفع الفاتوره برضه. وفي نفس الوقت في ناس بتشتكي من الغلا ومن ان معاش فلوس ولكن بتصرف على الدخان، فانت بقيت عبد العاده انت خلقتها لنفسك، اللي خلت جسمك في حاله ستريس انت مش قادر تتحكم فيه، بمجرد ان انت مش قادر تتحكم في رغباتك. ما هي دي الدنيا كده، لازم نتحكم في رغباتنا. مين مننا مش هيبقى عاوز مثلا يعمل الحاجات اللي بتديله دوبامين طول الوقت؟ اكيد. ولكن لو عرفت تبرمج مخك يفهم الدنيا صح، ويفهم العادات صح، ويفهم الاكل والشرب والنوم صح، جيم اوفر. ما حدش هيقدر ياثر عليك، مفيش فيلم هياثر عليك، مفيش حاله حزن هتخليك تلجا لسيجاره. ممكن تاخدها كده، يعني لو عاوز تاخد سيجاره لا، خد قرار انت بتاخدها عشان عاوز اتمنظر بيها حالا وفقط، ارميها. اما ما تبقاش حاجه انت انسحبت عشان تدخل فيها. وعلى فكره بسبب ان التدخين بيبقى حاجه بطيئه وبتدمر الجسم ببطء، والناس ما بتبقاش واخده بالها، بيبقى فاكر ان هو صحي وتمام والدنيا اوكي وكده، وزي ما قلنا ما بيوصلوش لامراض الكانسر الا عشان بيموتوا قبلها بجلطه او حاجه في القلب لا قدر الله والكلام ده كله. فده برضو يعني دي حاجه من اللي حفزتنا مع والترا. يعني والترا بيخلينا نعرف صحتنا فين دلوقتي، وان احنا ازاي ناخد خطوه قبل ما المرض يجي. وده هدف والترا، ان انت بالكاميرا تقدر في بيتك من غير ما تروح دكتور، من غير ما تروح لاي حاجه، ان انا اقدر اعرف صحتي عامله ازاي النهارده، عشان لو في حاجه غلط اقدر اخد قرار النهارده. وتكلفه الموضوع عليا دلوقتي، سواء سيبك يعني سواء كبرنامج او تليفون او انترنت او مش عارف ايه، وتكلفه الموضوع ان انا يعني احط الوقت عشان افهم التقنيه واستعملها اقل بكتير من ان انا اكون مجبر ان انا ابقى قاعد في مستشفى ومتركب لي ماسكات وعمليات وجلطات واصرف على ادويه وتبقى حياتي متدمره. فالوقايه خير من العلاج. لازم نحط نفسنا في اوضاع تساعدنا ان احنا نبعد عن الامراض، لان الامراض حوالينا بشكل بشع بسبب نمط الحياة اللي احنا فيه. اتمنى الفيديو ده يكون فاتكم، واتمنى الفيديو ده يكون خلاك تفكر وتعيد ترتيب اولوياتك، وتعرف ان صحتك هي اهم حاجة لديك، لان من غير الصحة مش هتعرف تعمل اي حاجة تاني. شكرا لكم وهشوفكم في فيديو تاني.